وقام يصرفون مصاريهم على الوساخة وقلة الدين. هي أبوي جه. يلا شلون تقول له؟ دنا عارفه ما عنده ولا ورقة من شهر. يبا خير شو تريدين؟ تقول لك اليوم جمعة جيب لنا لحم فروج، من 3 أسابيع ما شليناه. خاخ ما تعرف امك انه من الشهرين ما فات لي ورقه، منين بدي اجيب لها لحم فروج؟ روح اطبخ نحي الله شيء. والله عرفانك يا يبا ما عندك وما أشيل همك، بس أمي عاد هي طلبت. طيب والمشتهي ياكل وما عنده شي يساوي؟ بو الله والله لا نشكي أغلب الناس الغنية لله. بس سيدنا محمد ما كان هيك مثل هاي الناس. يا رب أنا أشكي لك أغلب هاي الناس الغنية، أنت رزقتهم وقلت لهم بو حق للفقير عندكم. بس هذول يا رب أغلب الأغنياء المسلمين فسقا بالمال اللي انطيتهم ما، وإذا أبوه مسلم فقير نسيانينه، وقام يصرفون مصاريهم على الوساخة وقلة الدين. واحد غني مسلم يكب النهار 5000 دولار على الوساخة، وواحد مسلم فقير من شهر ما يشتري لحم فروج. والله أنت من الأغنياء لخاصمكم يوم القيامة عند الله. يا رسول الله تعال شوف على أغنياء أمتك شلون صاروا. يا رب بدل هالمال اللي بين ايدينهم على ناس قلوبها ارحم. آمين. طبعا هذا واقعنا مو تمثيل، 24 طفل نصها ايتام وكلها عايشه بهالخيم. قوم يا احمد خلي نقول لامي تطبخ حي الله شيء، ابوي ما عنده مصاري. ما راح تخلدوني هالاغنياء، والملتقى عند الله، وراح ناخذ حقنا منكم واحد واحد، وعند الله ما حد ينظلم.